صباح الخير. أنا حابة أتكلم النهاردة عن الرحمة. حابة أتكلم عن الرحمة وأقول الرحمة واصلة لحد فين في حياتنا. يا ترى إحنا بنرحم بعض؟ يا ترى إحنا يعني بنحس ببعض؟ بنحس بإن ده تعبان، ده عنده مشكلة، ده متألم، ده محتاج حد يرفعه، مش حد يعني يقلل منه. يا ترى الرحمة واصلة فين حد عندنا؟ كان في قصة قريتها عجبتني جدا، إن في طفلين صغيرين والدتهم ووالدهم ماتوا في حادثة، وبعد كده خدهم مع عمهم أخدهم، وبعد كده ضاق بيهم جدا لأنه طبعا الطفلين طول الليل والنهار بيعيطوا. آه فقال لا، أنا مش هقدر إن أنا أتحملهم، فهاخدهم وأدفنهم مكان ما دفنت باباهم ومامتهم. وبالفعل أخدهم حيين ودفنهم بلا رحمة. وبعد كام يوم كده، يعني مش أيام كتيرة، حصل عندهم في العيلة حالة وفاة، فاضطروا يفتحوا المقبرة. فلما فتحوا المقبرة وجدوا الطفلين لسه حيين، استغربوا جدا وقالوا يا ترى إيه الموضوع؟ طب عايزين نعرف إيه الموضوع. فالطفلة اللي بتعرف تتكلم قالت لهم إن كان في واحد شكله جميل قوي وحنين ولطيف قوي، ايديه مثقوبتين، كان يجي يصحي والدتي علشان ترضع اختي الصغيرة، و... وانا كان يطعمني، كان يجيب لي اكل ويطعمني. وبعد ما والدتي ت... ترضع اختي كانت ترجع تنام تاني. فقد ايه يعني نشعر إن الرحمة من عند يسوع بس. الرحمة والمحبة والسندة والقوة والبركة نلاقيها عند يسوع. إحنا عايزين نتشبه بيه، عايزين نحاول نتشبه بيه، نحاول نكون زيه، نحاول نكون شكله، نحاول نكون يعني على صورته ومثاله. الحقيقة لما بنلاقي إن الرحمة انعدمت في الناس اللي حوالينا، بنشعر إن الدنيا مش بخير، مش بخير أبدا. ولكن لما بنشعر إن في رحمة، إن في حد بيحس باللي قدامه، وإن في حد ممكن يرفع اللي قدامه مش ينزل منه، لأن إحنا محتاجين برضو في حياتنا ناس ترفعنا، مش ناس تنزل مننا. حتى لو زي المسيح ما كان بيعمل، كان بينفخ في الفتيلة المدخنة، يعني ما كانش بيفقد الأمل في حد فينا. بالعكس، كان لما يشوف حد فينا لسه في حاجة منورة كان ينفخ فيها أو يشجعه، وده اللي بنلاقيه مع الرب يسوع لوحده. فمحتاجين قوي، محتاجين قوي في حياتنا ان احنا نعمل كده، نعمل كده في اللي حوالينا، نعمل كده في قرايبنا، نعمل كده في اخواتنا، نعمل كده في ولادنا، نعمل كده في مخدومينا، نعمل كده في اي حد بنقابله، حتى لو في اي عمل، في اي كورس، في اي حتى لو قابلنا حد في الطريق يعني وحسينا انه مطفي، نحاول ان احنا نشجعه بكلمة. تشجيع بالكلمة الواحدة صدقوني بترفع الناس قوي قوي قوي. مش عايزين نوعظ كتير، يعني احنا احيانا لما بنشوف حد محتاج بنقعد نوعظ بقى ما صدقنا حد، يعني بنقعد نوعظه ونوعظه كأننا احنا بلا خطية، وكأننا احنا كاملين، وكأننا احنا ما فيش مننا يعني. بالرغم ان احنا كلنا ضعفات، كلنا محتاجين رحمة ربنا علينا. فبرضه نخلي بالنا من النقطة دي، إن إحنا لما نتقابل مع حد محتاج كلمة تعزية أو كلمة تشجيع أو كلمة تقويه أو كلمة تطلعه قدام شوية، بلاش نوعظ، بجد بلاش نوعظ. خلينا إن إحنا نحس بيه ونحسسه بكلمة، ولو بكلمة واحدة، كلمة يعني أبرك من 100 كلمة، إن إحنا نحسسه إن هو مقبول، وإن هو آه ابن ربنا، وإن هو لسه ربنا بيحبه، وإنه فيه البركة وفيه النعمة وفيه الأمل في بكرة. من 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 احنا عايزة أقول كلمة بس يعني كلمة صعبة شوية، مش عايزة نكون جلادين لبعض، إن أنا مستني لفلان ده يغلط علشان أجلده. أنا مش هسامحه بقى، يعني حتى لو غلط بقى غلطة أنا مش هسامحه، هفضل فاكر له الغلطة دي، وكل ما أشوفه أفكره بنفس الغلطة علشان إيه ما يشوفش نفسه علينا.
المسيح ما بيعملش كده خالص خالص خالص. عايزين نتشبه بسيد المسيح. سيد المسيح لما بيشوف حد خاطي بيبقى متحنن ومترفق عليه اكتر من الانسان البار، صدقوني. فيا ريت احنا كمان نعمل كده، ان احنا نترفق ببعض، نحب بعض، نسند بعض، نقوي بعض، نقول كلمة حلوة لبعض، نصلي لبعض، ودي أهم حاجة، نصلي لبعض. لو معرفناش نقول كلمة حلوة نصلي لبعض، وربنا صدقوني بيسمع وبيستجيب. خلينا نكون رحومين على بعض، خلينا نكون شفوقين على بعض، خلينا نحب بجد بعضنا، عشان ربنا كمان هو بيحبنا وهيفضل يحبنا وإلى الأبد يعني. صباح البركة وكبسولة ليا وليك.